تعالوا بقى اما اقول لكم على احلى ساندويتش ممكن تعملوه في حياتكم. ينفع فطار، عشاء، مالكيش مزاج تتغدي، عايزه تتغدي حاجه خفيفه، سناك. بصوا مش قادره اقول لكم خفيف وتحفه قد ايه. عشاق الجبن هيحبوني قوي بعد الفيديو ده. بس ده اهم حاجه تدوسوا لايك وشير. لو ما تعرفونيش انا اسمي هالة، ما تنسوش اشتراك القناة وتفعيل الجرس عشان انتوا كده بتدعموني عشان اكمل معاكم. انا هنا معايا موتزاريلا، جبنة موتزاريلا دي هوم ميد، انا عاملاها في البيت. لو عايزيني اديلكم الطريقة يعني او اقول لكم الطريقة قولوا لي، اكتبها لكم في الكومنت او اعملها معاكم. ومعايا جبنه رومي، هو الميكس ده مع بعض، الموتزاريلا مع الرومي. وانا هنا كان معايا التوست ده، انتي زي ما تحبي ممكن اي توست او حتى ممكن تنفع بفينو، بس هو التوست ده كان جامد يعني. التوست هيبقى طعمه اطعم، اي نوع توست مش لازم النوع ده يعني، بس هو ده اللي كان متاح عندي. كان في فكرة دايت يعني في دماغي وكده، بس طبعا فشلت يعني، بقت بالفشل. كلت التوست كله في يوم واحد لما جربت الساندوتش ده، بجد بجد خلصت في يوم واحد عليا انا واختي. حطيت بقى جبنه، بصي كتري كتري، بص ما تبخليش على نفسك ابدا، كتري ما تسيبيش حته ما فيهاش جبنه. بتسيح بقى وبتبقى لز كده خطيره. واحط الموتزاريلا، ما تضيفيش اي حاجه تانية، هو الميكس ده مع بعضه. بصوا يعني انا جربت اضيف حاجات تانية واخترع حاجات تانية بعد ما جربته وعجبني، بس بامانه ده احلى ميكس ساندوتش انا عملته، عشان انا من عشاق الجبن بصراحه. حتى اختي ما كانتش بتحب الجبن قوي يعني، بس الساندوتش ده عجبها قوي. بصي بقى مكعب زبده، معلقه سمنه بلدي او حبه زيت زيتون اللي عندك اعملي بيه، مش هيقولك لا. واحط هنا، جربتها في الميكرويف كانت تمام، بس بقول لكم ايه، البوتاجاز احلى. اعمليها على عين البوتاجاز، هي هتاخد 30 ثانيه بالظبط، تتحمرش بس كده، اللي هو تقرمش كده. وهقلبها بقى على الوش التاني. خلاص كده ياخد 30 ثانية بالظبط حرفيا، وتبقي متوسطة النار يعني، من متوسطة لهادية، ما تعلقش ما تحرقش منك في ثواني، هيتحرق. شفتوا صوت القرمشة اللي في اول الفيديو ده؟ خطير. الميكرويف بقى ما بيعملش الصوت ده. لو مسحتش منك الجبنة ممكن تحطيها في الميكرويف بعدها مثلا 15 ثانية ولا حاجة بعد النار، لا اما غطي لو مسحتش منك يعني. بس انا كانت عجباني كده جدا، لا اما غطي الصينية وهي على النار، غطيها بغطا كده، وبرده ما تسيبهاش، هي 30 ثانية. وحرفيا هتاكلوا احلى ساندوتش ممكن تجربوه في حياتكم. بصوا اختي حطت عليه معلقه عسل ابيض عفوا، حطت عليه معلقه عسل ابيض كده من فوق، كان برضو جامد، بس انا عجبني كده. بس برضو عسل ابيض بيعمل فليفر كده حلو قوي. ودعولي بقى ربنا يشفيني عشان عندي برد مبهدلني، وقايمه برضو اسجل لكم عشان تعرفوا بس غلاوتكم عندي. خطير خطير والله، هتدعولي تحفه. ما اتغديتش يوميها اصلا، فطار وغدا وعشاء كان الساندوتش ده. عملنا بعديه طبعا الكيس كله يعني، مش قادره اقول لكم. بالهنا والشفا على قلب اللي هيجربوا يا رب. كانت معاكم هالة، تنسوش اشتراك القناه وتفعيل الجرس، وتقولي في الكومنت بسرعه لما يجربوه ويتوهموه بجماله. باي.